عليكم البنات، مرحبا بكم. اليوم جيت نطبق معكم وصفة الكروكي مي يشم في بيتي في بيت أهلي. مرحبا بكم البنات. نبداو بسم الله. عندنا 8 بيضات. انا حنستعمل اليوم شويه مقدار كبير، حندير 8 بيضات. ونعتمدوا ديما الفنجان. قاعده تاع الكروكي البنات وش هي؟ لكل بيضه فنجال سكر وفنجال زيت. مفهوم البنات؟ لكل بيضة فنجان سكر وفنجان زيت. هذه القاعدة تاع الكروكي. هذا زبيب اختياري، يعني مع انه ذو فائدة، يعني قيمة غذائية هائلة. لازم نستفادوا يعني باش نحطوا في وصفاتنا فيهم زبيب وحوايج كيما هكذا. وعندنا كاوكاو نستعملوه للتزيين. عندنا بيضة باش ندهنوا بها، وعندنا 3 خميرة تاع الحلويات، والفرينة بلا مانع باش نلموا الخليط تاعنا. نبداو البنات. حطيت البيض هو الاول، ونبدا بالفنجال كما قلت لكم، لكل بيضه فنجال سكر وفنجال زيت. هذه القاعده تاع الكروكي البنات، باش ينجح معاكم. هذه هي القاعده تاع الكروكي. نحسبوا كما حطينا 8 بيضات، نحطوا 8 فناجل تاع سكر، فنجال فنجال حتى نكملوا. هذه القاعده تاع الكروكي البنات، يجي معاكم ناجح، ما يجيش ثقيل. جربوه البنات مش حتندموا. كما راكم تشوفوا البنات حتى نكملوا. فنجال مورا خو حتى نكملوا 8 فناجل، باسكو حطينا 8 بيضات البنات. كما راكم تشوفوا هذا الفنجال الاخر الثامن. فوالا، نحطوه يتدرب البنات حتى كما نقولوا يضاعف معنا الخليط هذا، ويخفاف، يولي ذو قوام كريمي هكذا. ديما نقول لكم باش تجي معنا الحاجه خفيفه ما تجيش ثقيله. نحطوه يطلع شويه في البيتخا كما راكم تشوفوا البنات. حتى يذوب الخليط معنا البنات، يرجع رغوي كما راكم تشوفوا. يتغير لونه، يتضاعف الحجم تاعو، يولي خفيف معانا هكذا. نضمنوا باللي النتيجه راح تكون مليحه بربي ان شاء الله. ماذا بيا البنات جربوه كما راكم تشوفوا البنات، ولا القوام رغوي معانا. نكملوا المقادير كالتالي، اللي هي الزيت كما قلنا تاني فنجال مورا خوه. والقاعده هي فنجال لكل بيضه فنجال زيت فنجال سكر. هذا هو الكروكي البنات، يجي مليح بربي ان شاء الله، يجي مليح. جربوه البنات مش راح تندموا. نكيلو تاني كما كيلنا الزيت السكر البنات، عفوا نكيلو تاني الفنجال حتى من فناجل. سامحوني البنات، انا ديرونجاتني القرعه رديتها من هي. كيما راكم تشوفوا نكيلو هذا الفنجان الاول، نفس الفنجان البنات. عفوا. كيما راكم تشوفوا البنات، انا درت كميه شويه كبيره كيما قلت، كيما سبق وقلت راني في بيت اهلي. رحت زياره خفيفه، لقيت الوالده تاعي ربي يحفظها ويطول في عمرها ان شاء الله. لقيتها شويه مريضه، وصل العيد ما باقيلو غير سمانه. قالت لي ما درت والو. قلت لها هاتي ندير لك حاجه خفيفه، ما هي تحب الكروكي بزاف بزاف. ايبا قلت لها ندير لك الكروكي، حبيت نطبقه معاكم. كيما راكم تشوفوا البنات هذا الفنجان الاخر.
نزيدو نخلطو شويه البنات باش يتجانس يعني الخليط معنا مليح. كل ما نحطو مقدار نعاودو نخلطو باش يتجانس كل المكونات مع بعضها. ونحطو هذاك الزبيب اللي قلنا يعني ذو قيمه غذائيه يعني عاليه بزاف. الزبيب لا يعني واحد ما الناس كل تعرفوا يعني وعلى بالهم باللي فيه فوائد بزاف. ماذا بينا يعني نستغلوها في حوايج ديروسات كيما هكذا. وانا صراحه نحب الكروكي بالزبيب كيما راكم تشوفوا. كيعود يابس بزاف ولا يكون صغير الحجم تاعو نحلوه في شويه تاع ما هكذا يتنفخ شويه، ولا كيعود مليح وزبيب مليح مشري مليح كيما راكم تشوفوا. ما ندير والو نحطوه كيما راه، من بعد في الطياب راح يتنفخ ويولي لاباس عليه. نحطوا الكميه اللي نحبوا، ما كانش مقدار يعني معين. كيما نحبوا نكثروا نحبوا ما نكثروش، كل واحد وكيفاش. هكذا البنات ونوليو نشيحوا الكروكي تاعنا كيما راكم تشوفوا. نحطوا الفرينه ونكملوا الخميره. درنا 3 اكياس باش يجينا طالع مليح، يجي خفيف البنات. الكروكي يحب هكا الخميره يجي طالع مفلج مليح يعني كيما نقولوا، باش يجي مليح ما يجيش ثقيل. مع الزيت يعني حطينا له مقدار تاع زيت، ما كون ما نطلعوش مليح راح يجي شويه يقهم كيما راكم تشوفوا البنات. نصيروا ديما نغربلو ديما الفرينه تاعنا قبل ما نحطوها، نهويوها يعني. كما راكم تشوفوا البنات. ونلمو بالايادي باش هكا باش نحسوا يعني بالعجينه في يدينا. نلموها بالايادي البنات. لهنا البنات مازال تتلاصق، تسمى مازال نزيدو نشفوها شويه كما راكم تشوفوا في الزبيب يشهي. البنات دوكا زدنا لميناها، هي شويه في اليد الاخرى تتلاصق، مي كي تعود اليد الاخرى ناشفه فيها شويه تاع زيت نورمال عادي، لازم ما نشفوهش بزاف. كون نشفوه راح يجي معنا يابس البنات، خليوه شويه طري كما راكم تشوفوا راهو مليح. يدي الاخرى راهي دايره بصح يدي هذه ناشفه حسيتو مليح. ندهنوا البلاطو تاعنا البنات بشويه تاع زيت كالعاده. الخطوه هذه كما راكم تشوفوا. كما راكم تشوفوا البنات. ندهنوا يدينا تاني بشويه تاع زيت كي نعودوا يعني نلويو فيه كما راكم تشوفوا. ونديروا دي بودان البنات، دي بودان ملاح برك ما مشخشان باسكو راح يزيد يطلع معنا كما راكم تشوفوا في الزبيب. اي شاهي يعني. نفتحوا هكا نديروهم دي بودان ملاح، ما نديروهمش عراض بزاف البنات باسكو يزيد يطلع معانا. نديروهم ملاح برك يعني كروكي كما تعرفوا. وكل واحد وطبيعته يعني، كاين اللي يحبوا صغير الحجم تاعو الحبه تجي صغيره، كاين اللي يحبها تجي كبيره. دوك كل واحد يعني والمنطقه تاعو كل واحد كيفاش ما يعني يحبوا. انا نحب الحبه شويه ماهيش كبيره وماهيش صغيره، متوسطه برك كيما راكم تشوفون. نبسطوه يعني شويه باش ما يجيناش عالي بزاف، ونديرو شويه رقيق باش يجي مليح كما راكم تشوفوا. كما راكم تشوفوا في الزبيب كيفاش يبان معنا في البودة. كما راكم تشوفوا البنات. ونفوتوا ندهنوه عادي صفار تاع بيضه ولا بيضه كامله، وندهنوا لي بودان تاعنا
ندهنو عادي البنات. كيما راكم تشوفوا البنات. ونزينو كاوكاو عندنا اختياري، كاين اللي يدردر السكر، كاين اللي كل واحد يعني بطريقه الزين تاعو اختياري. يعني انا نحبه بالكاوكاو من الفوق، يعني محمص وملحي عادي متوسط. كاين اللي يدردر السكر كيما تحبوا البنات. كملوا الكميه اللي بقات معنا. كما راكم تشوفوا البنات، انا البوده الثاني البنات درتو يعني بالفرشيطه يعني، ونرشموا هذاك الرشم ملي كنا صغار نعرفوا الكروكي باللي يجي هكا. الاول درتو عادي، مي الثاني درت له هاد العفسه تاع الفرشيطه. والاختيار يعود لكم نتوما كيما تحبوا. كملوا نحطوا الكاوكاو من الفوق، نزينو به جوست نزينو به كما راكم تشوفوا البنات، حتى نكملوا يعني الكميه اللي بقات معنا. انا مازال عندي بلاطوات بزاف راهم يستناو فيا. حطوه يطيب البنات، كل وحده والفور تاعها. ديما نقول كل وحده والفور تاعها. يعني شوفوا معانا كيفاش طاب البنات، ماشي حمر بزاف، راهو صفر يشهي مليح. ونفوتوا الكروكي كل واحد كيفاه. كاين اللي دوكا نقصوا، وكاين اللي يعني يقلبوا على جنبه ويزيد يحمروا على الجنب، كل واحد كيفاه. وكاين اللي يخليه هكا. شوفوا البنات كيفاش طاب معانا، صفر باك يعني ماهوش احمر. انا نقلبو نزيد نعطيه تحميره خفيفه على الجوانب، نزيد نقطعوا البنات عادي كما راكم تشوفوا. طاب معنا كما راكم تشوفوا فيه، طاب حمر يشهي. فوالا البنات، نقلبوه على الجنب كما راكم تشوفوا البنات. نزيدو نعطيولو تحميره خفيفه برك. وكاين اللي ما يحبش يخليه كيما هكا طري يبقى طري، كل واحد والاختيار تاعو كما راكم تشوفوا البنات. نرجعوه يحمر، نرجعوه يحمر معنا كما راكم تشوفوا البنات. راني قلبته على الجنب تاعو كامل ونردو يحمر تحميره خفيفه برك يعني. وهذا هو الكروكي تاعنا، دوك تشوفوه في صحن التقديم البنات. ان شاء الله يعجبكم، وسلام البنات في فيديو اخر ان شاء الله. سيد الانبياء مشعل في الوفاء، كان في عطفه لليتامى دفاع. مصطفى مصطفى منبع للصفاء، سيد الأنبياء مشعل في الوفاء، كان في عطفه لليتامى دفاع. حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يديه. الصلاة عليه والسلام عليه، للسماء ارتقى فأتى